الشعب اللي عايز يبقى اداه ويستخدم المظاهرات وقت ما المصلحه بتاعت الدوله اللي فرطت، او النظام اللي فرط في النيل وفرط في الجزر وفرط في الغاز واعتقل ناس وموت ناس واستشهدوا ناس على ايده وحصل اخواتنا، عايز تبقى شخشيخه في ايديهم؟ يلا اسمع الكلام وشوف الجهات والاحزاب اللي بتجهزك دلوقتي، الله اعلم ب 200 جنيه برقاصه بعلمه. مش عايز اقول كلام تاني عشان ملوش لزوم دلوقتي، ملوش لزوم. عايز تبقى انت سائر تحت الطلب بريموت كنترول، اتفضل، زيك زي احمد موسى، يعني فرقت ايه؟ ما هو شغال بريموت كنترول. عايز تبقى انت بتنزل بارادتك الشارع بتاعك اللي ملوش باب ولا شباك، مش محتاج تستاذن حد قبل ما تخطي رجلك الشارع، شير، بلغ، وسع انتشار خارطه الطريق. تحياتي لحضراتكم. الجميل في الموضوع ان انا قريت خبر اتنشر، واتنشر فين؟ في الصحافه المصريه. الخبر بيقول ان في جهات في الدوله بتنسق مع بعض الاحزاب والقوى السياسيه. القوى السياسيه اللي بحذركم منها بقالي قد ايه؟ 3 سنين ماشي، ولو كنت اقدر اتكلم من قبل كده كنت اتكلمت. ان هي خدامه وبتاع، فاهم يا حضرتك؟ اللي هم بعد ما وانت بالثوره يرموهم لك، يقول لك دول ناس وطنيه ونخب وهم دول اللي هيرجعوا لك حقك، واخد بالك انت؟ ما علينا. جهات ومؤسسات بتدعو هذه الاحزاب والحركات تضحكش والله، ما تضحكش، الوطنيه، ان هي تنظم مظاهرات. ليه بقى؟ في مصر، في مصر، والله زي ما بكلمك، علشان تصريحات ترامب اللي بيستبيح اي حد ومستقل اي حد وبيتعامل مع الشرق الاوسط بحكامه بشعوبه على ان هم يعني عالة على الكوكب. فطبعا بعد التصريحات اللي طلب فيها او بيقول انا هطلب فيها، او هو شكله طلب بالفعل، فواضح ان يعني بقى الناس اللي عندنا في مزنق او اتزنقوا او في كورنر مش عارفين يفلفصوا، فيستخدموا بقى الشعب ده دلوقتي. انهي شعب اللي بيطلبوا منه؟ عن طريق الجهات والقوى السياسيه والاحزاب والحركات لا مؤاخذه الوطنيه ان هي تنزل. الشعب اللي بالريموت كنترول، اللي لما هم يحبوه ينزل، ولما الشعب ده بمزاجه بارادته يقرر ان هو فعلا ينتفض علشان يدافع عن فلسطين وشعبها، قضيتنا العادله، مسجدنا الاقصى المبارك. افتكروا كده الاولاد والبنات اللي نزلوا بعد دعوه القائد الملثم والمتحدث الرسمي او الناطق الرسمي، ثبت الله خطاه وشد على ساعده هو وكل زملائه، نزلوا استجابه لنداء الناطق العسكري للمقاومه، فاتقبض عليهم في خلال 15 دقيقه. هو الناس دي بتتعامل معانا على ان احنا ايه؟ او احنا يعني كشعب في نظرهم ايه؟ اتحرك وقت ما احنا نقول لك اتحرك، كما كنت ارجع بيتك وقت ما تحب انت تقرر. لا، مش مسموح، احنا بس اللي نقرر، نقول لك تنزل امتى وتروح امتى. مصيبتك ان انت اللي حطيت نفسك في الوضع ده، ومصيبتك انك مصمم كل مره تسمع نفس الكلام بنفس الطريقه بنفس الكربونه، ما بتتغيرش. قبل ما يبقى فيه اي كلام عن اي حراك او دعوات او كده، شخصن لك كل شيء. يقول لك طبعا دول الاعلاميين الجهابزه، انا ما بتكلمش على اعلام مدينه الانتاج الحيواني شويه الرؤوس المواشي اللي فيه دول، خلاص، ما دول هم يعني بالانظمه اللي مشغلاهم احنا عارفين، يعني خدم للكيان، عساكر مراسله عند الكيان. لا، انا بكلمك في اللي منك، اللي بيقعد يشخصن لك كل حاجه كل مره يديك احمد طنطاوي يقول لك الامل، وانت بص العصفوره وامشي مع احمد طنطاوي رايح يلعب سياسه مع ناس يعني انتوا عارفين يعني اساسهم اصلهم من فصلهم من ابوهم من امهم، يعني ناس ما عندهاش اي مشكله ان هي يعني تدي الكيان كل حاجه، حتى ايوه والله حتى مؤخراتهم ما عندهمش اي مشكله. فانت متخيل حضرتك الناس دي اللي انت مخدوع فيهم ان هم احرار، برضه بعد يحيى الامل جه قال لك علي المهدي وعملوا البطل علي المهدي، ولاسباب لا نعلمها اختفى علي المهدي. اصبت انت برضه بعد اول طلقه احباط او رصاصه احباط اللي هي كانت الامل اللي رايح يلعب سياسه مع يعني تخيل كده حاجه شبيهه ببشار، تلعب معاه سياسه ازاي؟ واحد عنده سجن صدنايه، يعني هل احنا ما عندناش صدنايه؟ بكره الايام تكشف لكم. فراح يلعب معاه سياسه وحساباته كلها غلط. تاني مره قال لك علي المهدي، وطبعا اللجان بتاعه النظام والكيان وحده 8200 رفعت علي المهدي للسماء، وبعدين عرفوا يتعاملوا مع الشخص اللي انت بتحب دايما تشخصن وتختزل ثورتك في شخص، فوقفوه. فانت اصبت بالاحباط لما هو وقف يتكلم، وكالعاده لعب عليك تاني، يعني برضه رفع تاني من احمد المنصور وعمل له ترويج عالي جدا في السوشيال ميديا وفي الاعلام،
وانت صدقت عادي جدا ان الناس دي كلها، بتكلم على الاعلاميين وبتكلم على مقدمي البرامج اللي فاتحين لك الاشعارات والاعلانات والربح، كبس كبس، دول اللي هيحرروا لك الوطن، اللي بيشخصن لك كل شيء في شخص، وهو يجيد التعامل مع شخص. الانظمه حتى لو كانت مغتصبه السلطه، في الاول وفي الاخر هي ليها اتصالات وقنوات وطريقه للضغط الدبلوماسي، اللي بيتواصلوا مثلا مع احمد الشرع المجاهد الجولاني سابقا وقالوا له سكت احمد المنصور مثلا. انما لما جينا قلنا احنا خارطه الطريق عشان تستهدف الدوله العميقه اللي بتحدف لك كل ده، قال لك لا احنا جايين عندنا مشكله معاه هو. هي دي الناس، او هو ده مستوى تفكير الناس اللي انتوا عاملين منها ابطال. فوقوا، احنا عندنا خارطه طريق ومرسوم دستوري ثوري. اولا يعرفك انت تستهدف مين، اللي هي الدوله العميقه برمتها، مش شخص، لان هي الدوله العميقه اللي بتصنع الشخص وبتحدفه لك. ولما انت تتأفف قوي وتبقى عايز خلاص تشيلها هي تحدف لك شخص او قناع من الاقنعه وتقول لك يعني تلاقي فيه شويه على ما ادبر لك الثوره المضاده. وفي خارطه الطريق عندنا دوافع بقاء الحاله الثوريه في حاله انعقاد، عشان الناس ما تملش منك لما تنزل تاكل جيلاتي وتخبط في الحله زي ما شويه المعاتيه بيقولوا، وكل 10 ايام قياس جاهزيه، مره باللبس الاسود ومره باللبس الابيض، وبعد كده ان شاء الله تلبسوهم طرح صح عشان يعني المرشد والمخبر يسلمهم بعنايه. فعندنا ازاي نخلي حاله الثوره في حاله انعقاد، او الثوره في حاله انعقاد موجوده، وما هي الاسباب اللي دفعت في التفكير واعداد خارطه الطريق والمرسوم الثوري الدستوري، طبعا علشان نقف وش كل اصحاب الاجندات الداخليه والخارجيه. الثوره المضاده الداخليه من دوله 52 او تنظيم 52 وخليه 52 الارهابيه، والاجندات الخارجيه اللي طبعا كلنا عارفين، الامارات شويه، السعوديه شويه، الحكومات، بتكلم على الحكومات طبعا، شعوب مالناش دعوه بيها، الموالي ليهم زيهم، اللي مش موالي ليهم وحر على راسنا، والكيان اللي شغال الله ينور. يلا كالعاده احنا ما بنتكسرش غير اللي خلقنا، واحنا عارفين من اين تؤكل الكتف. الكتف بتتاكل من الدوله العميقه اللي زرعها الكيان من زمان، من 52 عشان تفضل تمرر كل رغباته. شوف المستفيد مين هتعرفه لما كل مره حضرتك تقول انا عايز اغير راس النظام فقط. ومبارك ده ادالك مبارك قناع لمده قد ايه؟ سنه، وبعد كده حكم عليه بالبراءه عشان انت سبت المصنع المنبع. احنا عارفين لان احنا كنا جوه المطبخ، والهواه للاسف هم اللي معاهم الامكانيات ومعاهم القنوات ومعاهم الفضائيات. الشعب اللي عايز يبقى اداه ويستخدم المظاهرات وقت ما المصلحه بتاعت الدوله اللي فرطت، او النظام اللي فرط في النيل وفرط في الجزر وفرط في الغاز واعتقل ناس وموت ناس واستشهدوا ناس على ايده وحصل اخواتنا، عايز تبقى شخشيخه في ايديهم. يلا اسمع الكلام وشوف الجهات والاحزاب اللي بتجهزك دلوقتي، الله اعلم ب 200 جنيه برقاصه بعلمه. مش عايز اقول كلام تاني عشان ملوش لزوم دلوقتي، ملوش لزوم. عايز تبقى انت سائر تحت الطلب بريموت كنترول، اتفضل، زيك زي احمد موسى، يعني فرقت ايه؟ ما هو شغال بريموت كنترول. عايز تبقى انت بتنزل بارادتك الشارع بتاعك اللي ملوش باب ولا شباك، مش محتاج تستأذن حد قبل ما تخطي رجلك الشارع، شير، بلغ، وسع انتشار خارطه الطريق. في الاول وفي الاخر هي مش شخص يعرفوا يتعاملوا معاها، ده عمل معنوي، خطوط، نصوص، مواد، مشروع مدروس. انت بس كل اللي مطلوب منك تلتف حوله، تقتنع بيه وتتدبره، هتلاقي انه ما يقدرش يتعامل معاه لانه ملوش اي ملكه يمسك ايده منها. الشخص بيقدر عليه انه يسجنه، ده لو في بلده، لو داخل مصر. بره مصر عن طريق زي ما قلت لك الاتصالات والضغوط الدبلوماسيه والتنسيقات الامنيه والكلام اللي انت عارفه ده. ما قدرش اكتر واكتر، بيبدا بقى يعمل الحركات القرعه بتاعت استهدف ابوه امه اخواته، اضايقهم في الشغل، واخدين بالكم الحاجات ديت، اقرص عليهم كده شويه عشان يبطلوا الكلام، انتوا فاهمين يعني. يلا انشر خريطه الطريق، ما يعرفوش والله بالاستراتيجيه دي يفلفصوا منها. ما تبقاش كل مره بتغلط في الشخصنه، مره تقول الامل في فلان ومره تقول انا جاي استهدف شخص. انت اللي بتشخصن كل شيء، لا ثورتك واقفه على حد ولا الاستهداف لشخص بعينه. الثوره ثوره شعب وطن، والاستهداف لدوله عميقه. اشوفكم على خير، وادعوا لفلسطين وكل اهلنا الصامدين الرجاله هناك، انا بتكلم على الرجاله فقط، الرجاله فقط، ادعوا لهم ربنا يا رب يثبت اقدامهم، وان شاء الله لا في ترامب ولا احلام ترامب ولا مطبعين ترامب، كل ده هيبقى على الارض تحت جزمه الطفل والمراه الفلسطينيه قبل المقاومين البواسل. لا اله الا الله.